له تاني. لو انت شاري زغاليل مثلا نقول 5 اجواز زغاليل، او زي ما بيقول انت، زي ما يجي واحد يقول لي انا عايز يا عم مصطفى عايز 5 عشوش زغاليل اخوات، يعني عش جوز. العش جوز. يقول ليه؟ اقول له ليه يعني انت عايزهم اخوات ليه؟ يقول لي عشان يكون كل عش ذكر وانتايه. طبعا دي معلومه غلط، مفيش حاجه اسمها عش الزغاليل ذكر وانتايه. عش الزغاليل ممكن يطلع ذكرين، ممكن يطلع نتايتين، لكن هو 65% من انتاج الزغاليل في الحمام اللاحم من 60 ل 65% بيكونوا ذكور. الذكوره معروفه انها اكتر. النتج بتكون من 35% ل 40%. فما ينفعش انت تيجي تقول لي ان بعد ما الحمام ما يكبر واشتغل عندك الزغاليل كبرت وبقت وصلت للانتاج، تيجي تقول لي لا يا عم مصطفى انت اعطيتني ذكوره اكتر من نتج. ده شيء معروف وموجود. عايز ذكر وانتايه اشتري حمام شغال، ما تشتريش غير كده. لو انت عايزهم كل ذكر وانتايه لازم تتوقع ان هيطلع عندك ذكوره اكتر من نيوتي لو انت شاري شباب او لو انت شاري زغاليل.